الإمام أمير المؤمنين قال لها أنت طلعت من جو بداوة والآن أنت في جو مدينة، وبنت المدينة عادتها تطلب الذهب، تطلب الحلي، وتطلب الحلل، وتطلب الثوب الزين. الآن أنت اطلبي شنو تريدين من مشاكل المدينة اللي تريدهن المرأة، هاي طلايب النسوان شنو تريدين من عندهن؟ قالت له كلهن ذني مو بعيني. ليش؟ أقول لك لم تفكر بخدمة نفسها. أنا عندي طلب واحد بس تبديل اسمي، لأنك كلما قلت فاطمة اشرأبت عينا حسن وحسين، عيونهم تصير علي يتباوع وأشوف قلوبهم تنصدع. فأطلق عليها أم البنين. وحقك انطت لبن ما عرف اللبن وفاء وحنية وصدق خوة مثل لبن العباس. ما أعرف شنو هاللبن، شنو هاللبن الملائكي اللي غذته أم البنين، ما أعرف. يروي صاحب الصواعق المحرقة رواية جدا مهمة، يقول طبعا علميا الجنين في بطن الأم يتأثر بالمؤثرات الخارجية، بحث علمي هذا مفصل أنا متناوله في ليلة من الليالي، يسموها الوراثة الانفعالية والوراثة اللا انفعالية. الإمام الحسن والإمام الحسين يدخلان ويخرجان إخواني، يطبون يطلعون، كلما دخلا نهضت أم البنين بوجهيهما، كلما خرجا نهضت أم البنين بوجهيهما. تقوم زين حامل ثقيلة بأبي وأمي، وحملها بالعباس، والعباس الله يساعد البطن اللي تشيل العباس 6 أشهر ببطن أمه. فرد يوم الإمام الحسن التفت لها قال لها أماه نحن نكثر من دخولنا وخروجنا، وإحنا كل ما طبينا وطلعنا أنت تقومين بوجوهنا، إحنا نشوف القضية صعبة، لا تخلينا نمتنع بعد من الدخول والخروج، أنت مرة حامل وعليك هموم بيت وهذا الحمل ثقيل وإحنا ما نريدش تتأذين، حاولي من ندخل ونطلع أنت تظلين قاعدة. قالت له وليدي الحكي مو بيدي، الأمر مو بيدي. قالها لا عاد بيد من؟ قالت بني كلما دخلتما وخرجتما جنيني يكزني في أحشائي وكأنه يقول أماه قومي إجلالا لهما فلو كنت مكانك لنهضت بوجهيهما. الله، هذا وين الحكي هذا؟ بعد نفس الراوي يقول صار عمر العباس حوالي 7 سنوات. الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقعد يرفدهم بالعلوم، يعلم أولاده، فرد حلقة دراسية. الحسين أحس بشيء من العطش. العباس ايش قد عمره؟ قلنا 7 سنوات. الحسين شوية التفت قال أخوي أبو فاضل كي شوية مي بعيني. راح العباس المن الأمة، أماه أطلب شيء من الماء لأخي الحسين أو لسيدي الحسين. هي حاضرة. ركوة هذاك اليوم كانت شلون الطاسة من طين بس مسطحة، جابت الركوة ملأتها بالماء، صغير ما يقدر يحمل الركوة ثقيلة تقريبا، وضعتها على رأسه، اجى شايلها على رأسه والماء يتصبب على كتفيه. الإمام أمير المؤمنين قاعد شوية شال عينه، طفح الدمع على عين علي بن أبي طالب تكاد تطفئ حر جهنم. الله أكبر، شنو من دمعة، بحيث أم البنين تقول هوى قلبي في صدري. هاي بعدين أم البنين وإلمن تسولف زينب. أقبلت إليه أم البنين قالت له سيدي شفت فرد شيء بوليدي مو حلو مثلا ما عجبك؟ العباس تصرف فرد شيء ألمك أذاك؟ شنو سر هاي الدمعة اللي على عينك؟ قالها يا أم البنين أنا أرى ما لا ترين. قالت له أنت شو تشوف؟ قالها أشوف اليوم جاب يطلب مي لأخو الحسين والماء ينحدر على كتفيه، وغدا سيطلب الماء لعيال الحسين ومخه ينحدر على كتفيه.
بعد واحد من فضلاء الحوزة العلمية، بعد أختصر بس روايتين. واحد من فضلاء حوزة النجف الأشرف يقول: عاصرت أحد المراجع رضوان الله على الماضين، من الماضين طبعا بدون ذكر اسمه، لأنه هو لما نقل لي هاي الحادثة ما قبل أن أذكر اسم. يقول: جلست، كان هذاك اليوم إمام الطائفة هو هذا المرجع. يقول: وأنا كنت متعلق بالعباس، كنت وما زلت إلى الآن. يقول: أنا متعلق كثير بالعباس. فقلت: سيدنا، قال لي: نعم. قلت: سيدنا أريدك تنطيني فرد خبر عن العباس كون أنا ما سامع من منبر ولا قاري بكتاب، مو من وحي خيالك، من وحي علمك اللي أنا أقول لك. قال له: الحسين سلام الله عليه لما قدم إخوته وأولاده وصحبه وأحبته يوم عاشوراء، هذول لما قدمهم كان كل واحد يجي يم الحسين يأبن يضع خده على خده يقول له: لقد جاءني جدك رسول الله وسقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. كلهم حتى ابن علي الأكبر نفس الشيء. الحسين هم خبرهم قال لهم: أنتم عطاشا وأنا عطشان، سيسقينا جدي رسول الله بكأسه الأوفى. قال لهم هالشكل؟ يقول: قلت له: نعم. قال لهم، قال: بس العباس لما اجى يم الحسين ما قال له: سقاني جدك شربة لم أظمأ بعدها أبدا. قال له: تعرف ليش؟ قال له: ليش؟ قال له: لأن لما جاءه رسول الله وأراد أن يسقيه قال: لن أشرب حتى يشرب أخي الحسين. الله أكبر، الله أكبر، صلوات الله عليك يا أبا الفضل. هذا الوفاء اللي أنا أحكي عنه، هذا الوفاء. هذول الناس اللي يتفجرون بالعطاء. بعد في زمن الشاه اللي اجى الشاه الصفوي اللي اجى وأمر ببناء قبر الحر وتذهيب القبتين الشريفتين، هاي أيضا نقل عن مرجع التقليد، احنا ما عاصرناها ما نعرف، وآبائنا وأجدادنا هم ما عاصروها، يمكن بعد اللي معاصرها يجوز اللي سامع. بلشوا بتذهيب قبتي العباس والحسين كلاهما في آن واحد. يجيبون الطابوق الذهب يلزقوها بقبة الحسين سلام الله عليه تلزم، يلزقوها بقبة أبو فاضل توقع. إيش قد ما حاولوا يبنون قبة أبو فاضل يلزقون الذهب عليها ما تلزق. اجوا إلى مرجع الطائفة ذاك اليوم هنا في النجف الأشرف، سألوه قالوا له: هذا الذهب هنا على قبة الحسين يلزم، على قبة العباس ما يلزم. قال لهم: إن العباس بذل كل ما يملك إكراما تفضيلا للحسين، خلصوا قبة الحسين وابنوا قبة العباس وشوفوا، ما يقبل القبة ماتت الذهب قبل قبة أخيه. يقسم يمين الناقل يقول: يشهد الله لما كملنا قبة الحسين ولزقنا الحجر الذهب عليها اجينا القبة أبو فاضل ان نلزقها طبيعية جدا. إلى هالمرحلة، اللهم صل على محمد، إلى هالمرحلة العباس حتى القبة ما يقبل تذهب قبل قبة أخوه الحسين.